السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبدأ مع بعض وصفة جديدة من وصفات يوميات ليالي والزوز. هنعمل النهاردة لحمة ببصل بطريقة سهلة خالص من غير مكونات كتير. زي ما احنا شايفين كده حطيت قطعة من الزبدة وشوية من الزيت، طبعا المادة الدهنية حسب ما انت عايزة. انا استخدمت زبدة وزيت بالشكل ده كده. الزبدة تسيح معايا وتسخن قوي عشان ابدا ادي للحمه صدمه. دلوقتي هنزل بمكعبات لحمه صغيره، طبعا بتقطعي اللحمه مكعبات صغيره كده عشان تستوي معاكي على طول، واللي ياخد حته ياكلها ما يقعدش يقطع منها، عشان هنعملها ببصل مع بعض النهارده. تطلع في المعلقه حته، تطلع في اللقمه حته، خلاص تبقى هي على قد القطمه اللي هياكلها. ما نرجعش تاني في الصينيه ونقطع وكده. التقطيعه دي كويسه جدا. مش هقلب اللحمه، هسيبها كده ايه على الوش ده لحد ما تاخد لون، وهبهرها. دلوقتي هنزل بقى التوابل. هنزل بمعلقه فلفل صغيره ومعلقه من بهارات اللحمه، ومش هكتر عشان اللحمه ما بتحبش التوابل كتير. طبعا مش هضيف الملح في الاخر زي ما احنا عارفين. لو عندك بقى ورقتين من الغار كده حطيهم، يعملوا ريحه حلوه ويشيلوا زفاره اللحمه كمان. طبعا كميه اللحمه حسب الرغبه، او الوزن بتاعك حسب ما انت حابه، ما تقيديش نفسك بميزان. هتعملي كميه كبيره هتعملي عليها قد كميه اللحمه، هتعملي كميه بصل. عملتي نص كيلو هيبقى نص كيلو بصل، تمام. ربع هيبقى ربع، حبيتين كده من الحبهان. وطبعا كل ده لسه ما قلبتش اللحمه عشان تاخد لون زي ما احنا شايفين كده مع بعض. اللحمه دلوقتي اتشوحت معايا اهي واتغير لونها زي ما احنا شايفين كده، طبعا بس لسه ما استوتش. دلوقتي هبدا اضيف لها كوبايه ميه سخنه. الميه دي سخنه بتغلي زي ما احنا شايفين كده، عشان احاول اسوي اللحمه شويه قبل ما احط عليها البصل. طبعا هسيبها بقى على النار تشرب كوبايه الميه دي وتبقى حتى 70% سوا، واحط فيها البصل. اللحمه دلوقتي استوت 70% او 80%، يعني داخله على السوا. دلوقتي بقى هنزل البصل، طبعا مقطعاه جوانح كده زي ما احنا شايفين، وزي ما قلنا البصل قد اللحمه. هقلبهم واسيبهم مع بعض كده يستووا. وبرده مش هضيف الملح غير لما البصل بتاعي ده يدبل واللحمه تستوى تماما. هقلبهم كده واغطي عليهم ونرجع نشوف. شايفين اللحمه استوت ازاي؟ طبعا ما حبيتش احط البصل من قبل ما اللحمه تستوى، عشان البصل يبقى باين كده وشكله حلو. شايفين كده البصل ما اتهراش معايا قوي، وطبعا مستوي واللحمه مستويه وتمام. وحطيت الملح كده وخلاص، وصفتنا خلصت. وكانت سهله وبسيطه خالص، وطعمها جميل جدا جدا، وبدون اي اضافات كتير. هي اللحمه والبصل وخلاص. عايزه تزودي قرن فلفل حامي او بارد او رومي او الوان اللي يعجبك. انا حبيت اعملها ببصل كده، بحب طعم البصل فيها. وكمان حطيت نص معلقه كده من السكر عشان بحب طعم البصل المسكر في اللحم. ما حبيتش اضيف اي اضافات تانية. طبعا اللحمه اهي بتبقى طعمها حلو جدا، ما تضيفيش كتير حاجات عليها. وبألف هنا وشفا. وجربوا الوصفه والطريقه سهله وبسيطه خالص. وما تنسوش اللايك، ومع السلامه. اشوفكم في فيديو